وزارة التربية توافق على امتحانات الدور الثالث. السلام عليكم متابعي قناة هل تعلم أخبار. قبل البدء لا تنسوا الضغط على الاشتراك وتفعيل الجرس ليصل لكم جديد الأخبار العاجلة والحصرية. تحية طيبة لكم متابعي قناة هل تعلم أخبار. أصدرت وزارة التربية هيئة الرأي اليوم قرارا يسمح لطلبة المراحل المنتهية بتأدية امتحانات الدور الثاني التكميلي وكالآتي: أولاً، السماح لتلاميذ السادس الابتدائي من الذين أكملوا بدرس أو درسين أداء امتحانات الدور الثاني التكميلي. ثانياً، السماح لطلبة الثالث المتوسط الذين أكملوا بدرس أو درسين أو 3 دروس بأداء امتحانات الدور الثاني التكميلي. ثالثاً، السماح لطلبة السادس الإعدادي بفروعه كافة تأدية امتحانات الدور الثاني التكميلي لجميع الدروس التي أكملوا فيها. وصرح المكتب الإعلامي في الوزارة أن القرار جاء مراعاة لظروف الطلبة بسبب إلغاء العمل بنظام الإحياء والتطبيق واعتماد الفرعين العلمي والأدبي وانتهاء العمل بنظام تكييف المناهج. ونود التنويه متابعينا الكرام أنه بإمكانكم متابعة تطبيق طلاب العراق في حال تم نشر جدول الامتحانات للدور الثالث. إلى هنا متابعينا الكرام ينتهي الفيديو لهذا اليوم. لا تنسون الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة عن طريق زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل جرس الإشعارات لكي يصل لكم إشعار عند نشر فيديو جديد أو الإجابة على تعليقاتكم. تحياتنا لكم.